انتوا وديتوا الفلوس دي فين؟ ده بقى انا اللي محتاج اعرفه. هل بتجيبوا لي صفقات؟ لا، الصفقات اللي انتوا جبتوها محدش اصلا اخد جنيه من ثمن صفقه، ولا اللعيبه بتاخد مستحقات، وعلينا ديون لطوب الارض والقواضي اللي في الفيفا. طب الفلوس دي راحت فين؟ الفلوس دي راحت فين؟ يعني انت دلوقتي اداره نادي الزمالك دي عندها مليون كارثه، عندها مليون كارثه. انت بتبيع ارض هي ملك للدوله ومش من حقك ان انت تبيعها. ثانيا انت بتاخد فلوس هي اموال عامه، فانت عندك كارثه كبيره. ثالثا حتى انت لما خدت الفلوس دي، يعني الفلوس دي لو موجوده فتقدر النهارده النيابه العامه تحقق وتاخد الفلوس منك ترجعها لاصحابها وتقدر انها تحاسبك. لكن الفلوس دي اصلا مش موجوده، فانت هتتحاسب على مليون تهمه. فكده كده الموضوع كبير مع النيابه العامه. وانا بالنسبه لي بقاء لله في نادي الزمالك، انا لله وانا اليه راجعون. ارض اكتوبر مش هترجع لنادي الزمالك، ودي الحاجه اللي كانت الناس بتقول عليها هي اللي هتفوق الزمالك وتخلي الزمالك يرجع لمكانته الطبيعيه. لا، بالبلدي كده هي النيابه العامه قالتها لك، بطه مش ليك يا مرزوق. الزمالك هيضيع اكتر ما هو ضايع بسبب الارض دي، لان الزمالك مطالب ان هو يدفع ال 780 مليون لكل الجهات الرسميه دي. طب هو اصلا الزمالك خزنته فيها 15000 جنيه. فانتوا شايفين الموضوع وصل لحد فين؟ نركن بقى القصه دي كلها على جنب. كابتن حسين لبيب، يا كابتن حسين، يا اللي انتوا بتفكروا في الاستقاله، انتوا جايين تفكروا في الاستقاله بعد ما الزمالك انهار بالشكل ده. احنا بقالنا سنه، بلاش سنه، بقالنا 6 شهور بنقول لكم قدموا استقالاتكم، خلوا عندكم دم وغرف 60 داهيه عشان خاطر احنا مش عايزينكم تاني في الزمالك. فانتوا جايين بعد كم الكوارث دي بتفكروا تقدموا استقالاتكم؟ لا، خليك يا باشا قاعد لحد ما النيابه العامه تخلص التحقيقات، عشان لو طلعتوا انتوا مديونين باي شيء يا باشا انتوا اللي تشيلوا الليله، يحل مجلس الاداره وانتوا اللي تحاسبوا. ما هو الزمالك مش هيحاسب، الزمالك هيحاسب منين؟ اصلا ما عندناش فلوس. فانتوا اللي هتحاسبوا من جيوبكم انتوا يا رجال يا عماليه اللي معاكم مليارديرات. لكن الزمالك يشيل الليله، فلما حتى انتوا تمشوا ويجي مجلس اداره جديد يبتدي يدفع الفلوس دي تبقى متداينه او دين على نادي الزمالك؟ لا، الفلوس دي انتوا اللي خدتوها وانتوا اللي مسؤولين عنها ترجعوها تاني. نادي الزمالك مش هيشيل شيله مش بتاعته، انتوا جيتوا النادي ضيعتوه. وكابتن حسين لبيب اللي قال المركب لو فيها خرم انا هسده وهخلي المركب ترجع تعوم تاني. والزمالك يا راجل قسما بالله انت من يوم ما قلت الكلمه دي الزمالك ما تقدم خطوه لقدام، يا اللي منك لله. الزمالك ضاع من تحت ايد اسوأ مجلس اداره جه في تاريخ نادي الزمالك.